ان ان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ان زين الدين بالعيد بعد شويه. طيب ما انا عايز زين الدين بالعيد. اشرف داري مدافع كويس. رامي ربيعه في كلام ان مضى البيراميدز كمان. حبيبي ياسين، في كلام ان رامي ربيعه اتفق وخلص كل حاجه مع نادي بيراميدز، وفي كلام انه وقع لنادي بيراميدز. يا رامي عايز تمشي امشي. اه لا هو مكمل لحد كاس العالم، ده احنا مش لاقيين حد. انت عايز تمشيه كمان؟ هو احنا هنصبر عليه بعد كاس العالم؟ ولكن يا جماعه انا هو مدافع قوي جدا. هو مدافع قوي جدا، ولكن اصاباته كتير. انا هعمل ايه باصاباته؟ انا لاعب. انا عايز اقول لك سؤال، اتفضل يا غالي. انا مدافع قوي جدا ولكن اصاباته كتير، هعمل ايه بيه؟ هعمل ايه بيه يا جماعه؟ ايه يا فرحتي، مدافع كبير واصاباته كتير، بس ايه اللي انا استفدته يعني؟ عموما يا جماعه، ياسين مرعي. ياسين مرعي مدافع قوي، مدافع قوي جدا. انا نفسي اشوف ياسين مرعي في النادي الاهلي. انا عموما يا جماعه، انا محتاج اتنين مدافعين. انا محتاج اتنين مدافعين اقوياء جدا. يعني انا يعني بصراحه نفسي في زين الدين بالعيد. نفسي في زين الدين بالعيد، ونفسي في بدر بنون. يا كده كده على فكره بنسبه كبيره جدا ربيعه هيكمل ماشي يا عم. ما بص يا عم محمد، انا اولا مش عاجبني رامي ربيعه. مش عاجبني ليه؟ انا شايف ان رامي ربيعه مش هيكون، يعني ما يصلحش غير انه يكون بديل في النادي الاهلي. انا من وجهه نظري كده. رامي ربيعه مدافع كويس ولكن ما يشيلش دفاع النادي الاهلي. وانا قلت لك طول ما رامي ربيعه وياسر ابراهيم موجودين في خط دفاع النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هياخد بطوله. النادي الاهلي مش هياخد بطوله. لو لاحظت يا ابو تمارا ان من بعد رحيل محمد عبد المنعم النادي الاهلي ما خدش بطوله. لو رجعت بالذاكره لورا كده، ارجع معايا كده، هتلاقي ان من بعد رحيل محمد عبد المنعم وغياب علي معلول للاصابه، النادي الاهلي ما حققش بطولات غير السوبر المصري. غير السوبر المصري. ليه؟ لان انت ما عندكش اللي ظابط خط الدفاع. ما عندكش هم مدافعين كويسين رامي ربيعه وياسر ابراهيم، ولكن بيعملوا اخطاء كارثيه. انت شفت في المباراه اللي هي اللي كانت كنا بنلاعب مين، بتروجيت؟ شفت ضربه الجزاء بتاعه رامي ربيعه ابو تماره؟ طيب شفت مباراه الاهلي وصن داونز الهدف اللي حطه ياسر ابراهيم في مرماه؟ شفت الكوارث اللي بيعملوها ياسر ابراهيم ورامي ربيعه؟ طلعونا من كذا بطوله. العش ما بيعرفش يبص. عندك حق عم محمود الديب، صح كده. العش برضو. انا يا جماعه، انا عايز مدافع من نوعيه ابراهيم سعيد، من نوعيه محمد عبد المنعم. المدافع اللي من نوعيه بدر بنون، اللاعب اللي بيقدر يبني الهجمه من تحت، صح. مش انا عايز الفكره اللي هي شفت وائل الاباني بتاع الزمالك زمان، شفت عماد النحاس. انا عايز المدافع يا جماعه اللي يلاعب الفرقه كوره. انا عايز المدافع اللي يلاعب الفرقه كوره. عايز مدافع يبني الهجمه صح. عايز المدافع يسلم ويستلم صح. هو كولر طلع بره ليه تدخل؟ كولر رحل عن النادي الاهلي. انا مش عايز مدافع يبقى هو الفكر بتاع زمان، يشتت ويلعب وارزع يا عم الحاج. انا عايز مدافع يلعب بمخه. عايز مدافع يلعب كوره. شفت محمد عبد المنعم كان بيطلع لنص الملعب ويزيد ويسلم ويستلم. هي دي الكوره، هو ده الفكر الدفاعي. انما انا مش عايز كوره من بتاعه زمان دي. الزمالك احسن من الاهلي. الاستاذ طيب، مساء الفل يا راجل يا طيب. مساء الفل يا راجل يا طيب. فانا شايف ان عمرو الجزار مدافع المحله وياسين مرعي اتنين مدافعين كويسين. اتنين مدافعين كويسين. وشايف كمان الباك الشمال بتاع بتروجيت يا جماعه، هادي رياض على فكره قريب جدا من النادي الاهلي كمان. هادي رياض. الباك الشمال توفيق محمد. توفيق محمد. اتفرجوا على الراجل ده يا جماعه. حبيبي يا طيب. اتفرجوا على توفيق محمد لاعب نادي بتروجيت، الباك الشمال بتاع نادي بتروجيت. هيعجبكم جدا. هيعجبكم جدا. المفروض خط وسط الدفاع على فكره لو جبنا زين الدين بالعيد اليو ديانج هيرحل. عمرو رياض. مساء الفل يا استاذ عمرو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. حسام عبد المجيد. هو حسام عبد المجيد مش هتقدر تجيبه دلوقتي. حسام عبد المجيد خلاص يا جماعه، نادي الزمالك في طريقه انه ياخد قرار برحيله. هم عارفين النادي الاهلي بيفاوضه، وعارفين ان حسام عبد المجيد قعد مع مسؤولين في النادي الاهلي. قعد مع مسؤولين في النادي الاهلي. فحسام عبد المجيد عاجلا ام اجلا لاعبا في النادي الاهلي.